لكم جميعا. وبرحب بمعالي الأستاذ الدكتور محمد جلال الخضري رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم. كما نرحب بمعالي الأستاذ الدكتور سالم محمد سالم عضو مجلس الإدارة للشؤون الأكاديمية والإدارية. والأستاذ الدكتور محمد عيد حسونة عميد المعهد. السادة منسوبي المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم. وأكيد كمان بنرحب بالسادة أولياء الأمور الكرام. كل التحية والتقدير لطلابنا خريجي دفعة 2023. وقبل ما نبدأ فعاليات الحفل خلونا نوجه 3 تحيات مهمة في هذا اليوم الكريم. التحية الأولى بنوجهها لمجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم على هذا التنظيم الرائع. والتحية الثانية أكيد هتبقى لأولياء الأمور اللي أكيد تعبوا كتير عشان يشوفوا أولادهم هنا النهاردة، ودي نتيجة تعبهم كلهم. التحية الثالثة والتحية الذهبية هي تحية مقدمة من مجلس الإدارة والسادة أولياء الأمور لأبطال دفعة 2023. المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم يعد من أفضل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية، وده بشهادة لجان الجودة من قبل وزارة التعليم العالي، وده بيعكس جودة وتطوير التعليم داخل المعهد، وبيمنح المعهد خريجيه درجة بكالوريوس التجارة واللي تتضمن شعبة الإدارة ونظم المعلومات والحاسب الآلي. لم يكن هذا ليحدث لولا وجود مجلس إدارة يسعى بكل السبل لتوفير بيئة عمل ناجحة ويذلل كافة المعوقات في سبيل تطوير الخدمات المقدمة من المعهد لطلابه ومنسوبيه. السيدات والسادة الحضور، الحفل الكريم. السيدات والسادة، في إطار احتفال المعهد بخريجي دفعة 2023 والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر لعام 1973 ومع اقتراب أيام ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، تحية إجلال وتعظيم وتقدير وامتنان إلى قواتنا المسلحة الباسمة حمى الوطن والدرع والسيف. كما نحيي أحد أبطالنا في حرب 73 والذي بذل الجهد والعرق في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، ونقول أكتوبر يا تاريخ محفور جوانا بحروف من نور. يوم 6 غيرنا الفكرة وهزمنا الجيش المغرور، كان قبله الوهم أسرنا، كان عايش جوانا أسرنا، ولكن غيرنا مصيرنا وهزمنا الجيش المغرور. أكتوبر يا تاريخ محفور جوانا بحروف من نور. تحية إجلال وتقدير لبطل من أبطال حرب أكتوبر السيد الأستاذ الدكتور محمد جلال الخضري رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.